بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في قناة المطبخ لعبتي. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة كل ولادنا بيحبوها واحنا كمان بنحبها، بس هنحاول نعمل الحاجة بأقل التكاليف، يعني بحيث ان احنا نعمل حاجة كويسة وطعمها زي الطعم اللي الولاد بياكلوها برا او الولاد اللي بيحبوها بيه، وفي نفس الوقت هنكلف على قدنا. هعمل لكم برجر زي ماك بالظبط، وبأقل التكاليف زي ما قلنا. احنا هنعمل بس نص كيلو لحمة وكيس بهارات برجر. ممكن نستغنى عن البهارات، بس البهارات بتخلي طعمها مشابه قوي اللي بتاع بره. ممكن نحط بهارات من البيت عادي، بس هعمله المرة دي ب... 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 هعمله المرة دي بكيس بهارات جاهز. هنجيب نص كيلو لحمة مفروم، بس انا هفرمه تاني او هعجنه تاني مع البهارات في الكبة عشان يبقى ناعم معايا، عشان يبقى لما اجي اسويها وكده، يعني ما تبقى متسوية. لما اجي اسويها واكبسها تبقى شكلها حلو ومتسوية، بس مش عشان حاجة، انا ممكن اصلا كنت اعملها بايدي، بس انا قلت اعملها في الكبة. دي حاجة. تاني حاجة، ممكن تزودي عليها فلفل لو انت عايزه، اللي هي الصويا المجروشه. بس بتعملي في الصويا المجروشه؟ بتنقعيها في ميه دافيه شويه، وبعدين تاخديها تصفيها من الميه اللي فيها، وبتحطيها في المرحله دي، تحطيها في الكبه في المرحله دي لو انت حابه تكبري الكميه. بس انا مش عايزه اكبر الكميه، وفي نفس الوقت انا سمعت ان هي مش صحيه للولاد، هي كويسه للبنات لكن مش كويسه للولاد، فعشان كده ما عدتش بستخدمها، مع ان انا كنت بستخدمها قبل كده. بس هي كده بقت ناعمه، انا اقدر ممكن في المرحله دي اخبزها بايدي، لكن لو هي ما كانتش اتفرمت الفرمه دي ما كنتش هعرف اعمل كده. لو ما فيش عندي مكبس ممكن اعملها بايدي عادي واحطها في الطاسه، يعني اسيبها تتشمع شويه في الفريزر وبعدين احطها في الطاسه تستوي، فمش محتاجه اصلا مكبس، بس انا عندي مكبس. هبدا بقى احضر المكبس واحضر الاكياس، واكبسها، وبعدين ادخلها التلاجة الفريزر تتجمد شويه قبل ما اسويها. في المرحله دي انا ممكن احطها في الفريزر وخلاص، لو خزنتها بقى عندي حاجه جاهزه. هنعمل الكميه كلها وندخلها الفريزر قبل ما نسويها شويه تتشمع او تتجمد، ولو متجمده يبقى احسن عشان لما نيجي نسويها تبقى تستوي كويس. هنعمل كل الكميه نص كيلو ده من غير اضافات، عمل لي 8 قطع، فيهم قطعتين سمكهم رفيع شويه، يعني ممكن يعمل لي 7 قطع كويسين، بس انا كنت عايزه 8 فحاولت اظبطهم 8، جم القطعتين الاخرانيين سمكهم رفيع. دي اكياس تلاجة عاديه، انا بس قسمه الكيس نصين، بقسم الكيس نصين وبحط كده وبغلف كده. بقى هو في الكيس ده هيدخل الفريزر، هيفضل كده زي ما تحبي، يعني ممكن يقعد 3 شهور. لو انت هتعملي كميه ممكن تقعدها 3 شهور، بيبقى جاهز بقى، ممكن للسندوتشات، للخروجه، لرحله، المدارس. ولو انت مش عندك ولاد تاني، لو انت مش عندك صبيان، لو ولادك بنات حطي فول صويا، مش مضر، حلو. انا بحاول بايدي كده اوزن تبقى القطعه قد القطعه، فما شاء الله كان سمكهم حلو، وحتى هي لان هي لما بتستوي بتكش سنه، وعشان هي مفيش عليها اي اضافات، لحمه بس، فطبيعي هتكش. ف فبحاول اظبطها بحيث ان هي يبقى السندوتش كده حلو وملين. ممكن تعمليه على فكره في عشاء، ممكن تعمليه في غدا، ممكن تعمليه في خروجه، ممكن تعمليه في رحله، ممكن للمدرسه، وبتبقى وجبه مشبعه. وفرنا احنا لو جايبين اصلا 8 سندوتشات من بره، السندوتش معدي، هيبقى تكلفته مبلغ وقدره يعني. انا بحاول افردها بايدي وبعدين بحط الكيس واكبس واقفل، واسيبها واركنها على جنب، وبعدين اخلص بقى واحطهم في الفريزر كلهم لحد ما اكمل بقيه الوصفه واجهز كل حاجه. في الاخر خالص بطلعه بقى واسويه على الجريل.
دي كانت اخر قطعة تقريبا، رفيعة، كانت رفيعة شوية. بس انا كده خلصت كل الكمية. ادخلها بقى الفريزر. انا كنت تقريبا بعدهم. ادخلها الفريزر تتجمد وتتشمع على ما اخلص اشوح البصل وادبله كرمل البصل واغسل الخضره واجهزها، وبعدين اطلعهم بقى احطهم في الطاسه بقى واشوح. هنا انا هعمل البصله اكرمله. بصله كبيره ومقطعها جوليان كده وبدبلها، وبعدين ادخلها في مرحله الكرمله. بتتحط طبقه من طبقات البرجر. هفضل اقلب فيها لحد ما اكرملها. المفروض ان انا كنت كرملته وشلته، وبعدين حطيت معلقه زبده، سن زبده صغيره كده في الطاسه، وهبدا بقى ايه اشوح أش... اسوي البرجر. اسوي البرجر في نفس الجريلا اللي انا عملت فيها في نفس الجريلا اللي انا عملت فيها البصل، وفي نفس الجريلا برضو هحمص العيش عشان لما احط عليه الصوصات اللي انا بحطها العيش ما يتبلش بسرعه، فبيبقى من جوه مقرمش كده، فبيستحمل بقى الخضره والصوصات وكده. من كده اشوف كانت مسكت نفسها شويه، ما كانتش زي ما انا مدخلاها، كانت اتشمعت شويه. هنا استوت. بقلبها طبعا على الجنبين، وبعدين بميلها في جنب واحط بقى اللي بعدها واحط اللي بعدها لحد ما اخلص كل الكميه. هنا تقريبا كانت كل الكميه. كانت سخنه جدا اصلا يعني. هنعمل بقى صوص البرجر. جايبه هنا خيارايه مخلله، بس عاملاها صغير خالص، مقطعها صغير خالص كده، مقصصاها بالمقص صغير خالص خالص، وممكن افرمها بالكبه، بس انا كنت حباها تبقى باين عليها. معلقه كاتشب، معلقه مستردة، معلقه مايونيز، سنه توم باودر، سنه بصل باودر، سنه صغيره خالص فلفل اسود، وحطيت هوت صوص، حاجه بسيطه كده. بقى خيارية مخللة، معلقة مستردة، معلقتين مايونيز، سنة فلفل اسود، سنة بابريكا، سنة توم باودر، سنة بصل باودر، وحطيت هوت صوص في الاخر، وممكن تستغنى عنه اصلا يعني. وبقلبهم في بعض كويس. خلاص ده بقى صوص البرجر اللي بيتحط على اول طبقة في السندوتش. بس نقلبها كويس بقى، يطلع عندنا يبقى الصوص كده جاهز. ده الهوت صوص. هو بس بيخليه حار شوية، بس مش بيغير طعمه ولا حاجة. على فكرة البرجر اللي بيتعمل في البيت لا يقارن بالبرجر اللي بيجي جاهز. يعني البرجر اللي احنا بنشتريه جاهز ما بيبقاش طعمه خالص خالص زي البرجر اللي بيتعمل في البيت خالص، ما فيش وجه للمقارنة اصلا. انا عمري في حياتي ما اشتريت برجر جاهز. هنشمع العيش، يعني بنحمصه الناحية المفتوحة دي، بنحمصه. بالمناسبة ده عيش ماك اصلا، بيتباع عادي في معظم المحلات. بيبقى طعمه حلو قوي، احسن من العيش اللي بيجي من المخابز. هو اغلى شويه، بس طعمه بيديك ايحاء ان انتي اصلا بره في المطعم. بحمصه كده، بس بديله الخطوط دي وبحمصه اللي هو نشف، بيستحمل بقى الصوصات وكده. اول ما بيتشمع كده بشيله. هنا بقى جينا لخطوه اللي هو ترتيب الطبقات. انا هحط الاول الصوص اللي انا عاملاه، وبعدين احط الكابتشي، الخضار بتاع البصل المكرمل، وبعدين الخس الكابتشي. ده البصل اهو اللي انا كنت كرملته، بس ما كنت صورته في اخر مرحله. نحط حته خاصه، ونحط البرجر. المفروض احط شريحه جبنه شيدر، انا ما كانش عندي شرايح، بس كان عندي اكياس كده صغيره. بحط كيس فوقها عادي، وهو عشان البرجر سخن الشيدر بقى هينزل عليه وهيسيح اصلا. هو خاصه كمان. هو اولا التقفيل ده زي ما تحبي،
دي حته بصل عادي. التقفيل ده زي ما بتحبي، كل واحد ومزاجه يعني. في ناس اصلا بتاكل العيش والقطعه البرجر بس، وفي ناس بتحب خضار، وفي ناس ما بتحبش خضار، في ناس ما بتحبش الطماطم، في ناس ما بتحبش الصوصات. فهو انت بتقفلي بقى على مزاج، على مزاجك ومزاج الناس اللي عندك. فهو كده تمام حلو، اللي هو الطبيعي ده الترتيب الطبيعي للساندوتش. وممكن تعمليه دبل، ممكن تعملي قطعتين فوق بعض برجر، ممكن تعملي قطعتين فوق بعض عيش، على حسب ذوقك. بوريكوا تاني الطريقة، بس برضو احنا مش ملتزمين، احنا بنعمل على ذوقنا في الاكل، مش ملتزمين. المهم في الاخر بتلاقي نفسك بتاكلي حاجة نظيفة وحاجة حلوة، وفي نفس الوقت على قد ما قدرتي ما كلفتيش قوي، اللي هو ايه ظبطت الدنيا وكلتي اكل بره في البيت بنظافة وبسعر معقول. واللحمه على فكره مش شرط تبقى طازه، يعني ممكن تجيبيها طازه من عند الجزار، وممكن تجيبيها مستورده، انت على حسب ظروفك برضو. يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس. على فكره انا عامله القناه مش عشان افرجكم انا باكل ايه، انا عامله القناه عشان اعلمكم الوصفات اللي انتم مش عارفينها، ولو حد عارف حاجه انا ما اعرفهاش يعلمهاني، مش عشان اوريكم اكلي. انا مش بصور اكلي، يعني ده مش اكل النهارده. بس هوريكم بقى السندوتش من جوه شكله عامل ازاي. وشوفي لو انتي طالبه السندوتش ده من بره هيتكلفك قد ايه، واحسبي هو مكلفنا هنا كام. ما شاء الله يعني الجبنه ساحت اهي، والدنيا حلوه وزي الفل، وشريحه البرجر جميله ومحترمه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا مني. ويا رب اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس. وشكرا لكم جميعا.